يا صباح الفل. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة فراخ محشية على طريقتي، بصوا بتركات مميزة جدا مع رز الخلطة اللي أصلا يتاكل حاف من غير فراخ. بجد الطعم حكاية جدا، هتعتمدوه دايما في حشواتكم. حمام، فراخ محشية بجد تحفة جدا، أو حتى حمام كداب. بصوا يلا نسمي الله ونشوف طريقتنا ايه. اول حاجه معايا هنا فرختين، حجم الفرخه طبعا يراعى جدا ان هي ما تزيدش عن كيلو وربع، كيلو 200، كيلو وربع بالكتير قوي. انا دايما متبلاهم هنا ببصل مبشور وملح وفلفل اسود، وتبلتهم قبليها بليله وسايباهم كده بيبقوا تحفه جدا، ومفتحه كده من تحت الصدر وسبتهم ليله كامله. تعالوا بقى نجهز مع بعض الحشوه الخطيره جدا. نزلت بمعلقه صغيره كده من السمنه وشويه زيت، ونزلت معايا ببصلتين متقطعين صغير بالمنظر ده، وبعد كده هنزل بقرن فلفل سبايسي حامي. براحتك، الخطوة دي اختياري ولكن بيدي طعم حلو جدا ومش بيبقى حراق ولا حاجة. بعد كده اول ما البصل يوصل معايا اللون الذهبي بالمنظر ده، هبدأ انزل بالكبد والقوانص متقطعين صغير خالص. نبدأ نضيف التوابل بتاعتنا. معلقه صغيره كده مليانه من الفلفل الاسود، اتوصي بالفلفل الاسود شويه. رشه بسيطه كده من ورق لورا المطحون وحبهان مطحون ربع معلقه صغيره. ربع معلقه صغيره من القرفه. وكمان ربع معلقه صغيره من بهارات اللحمه او السبع بهارات. وكمان هنزل معايا بالملح. ونص معلقه صغيره كده من السكر او معلقه صغيره بتدي طعم حلو جدا. ولو حابه تضيفي مرق الدجاج مكعب، بيبقى طعمه حلو جدا، ورشه بسيطه من جوز الطيب. وبس التوابل دي بتبقى خطيره جدا. الرز معايا مغسول ومتصفي كويس جدا، وبعد كده نزلت بيه. وكمان نزلت بمعلقتين كبار من الصويا صوص، والصويا صوص بيعزز اللون بتاع رز الخلطه. بتبقى خطيره جدا، جربوها لو عندكم، مش عندكم خلاص مفيش مشكله. نبدا في الخطوه دي نشوح كويس جدا عشان يطلع معاكي مفلفل. نديله بقى الميه بتاعتنا، المهم ان انتي ما تسقيش خالص، احنا عايزينه يبقى نص سوا. هديت عليه النار خالص، وبعد كده بعد ما هديت عليه النار كده بقى معايا نص سوا. شايفين تحفة واللون بتاعه روعة. تعالي بقى نعمل تركية مميزة جدا. جبت بصلاية مفرومة معايا، وبعدين ملح وفلفل اسود عليها، وبعد ما طفيت النار هضيفها عليها. الريحة كانت روعة، جربي التركية دي هتفرق جدا. وبصي هتدعيلي. بعد كده سيبيه يبرد تماما زي ما احنا شايفين كده. نجيب بقى الفراخ بتاعتنا نبدأ نحشي، ويراعى جدا وانت بتحشي معاه ما تمليش تحت الصدر. شايفين طبعا الصدر بتاعي متفرغ من تحت الجلد، بين الجلد ويفضل طبعا ما تكونش مقطوعة، خلي بالك كويس جدا. وما تمليش قوي عشان ما تفرقعش معاكي. خليها كده، وبعدين بقى ايه، زقي كده الرز لحد الرقبة عشان يوصل للحتة اللي هي بتاعة الجلد بتاع الرقبة. هنبدأ كده، شايفين انا مش مليها خالص على فكرة، هي بتنفخ والرز بيكمل سوا وبتنفش معاكي. دخلت كمان حشيت من جوه. ابدأي بقى عايزه تكتفي الفرخه بتاعتك بالمنظر ده. نبدأ نجيب معانا الاكياس الحراريه. انا معفراها بشويه دقيق هنا عشان بس ما تلزقش معاكي. وبعد كده هتبدأي تقفلي الكيس كويس جدا ونحطها في صينيه بالمنظر ده، وتقفلي بالقفل اللي بيجي معاها كويس. ونبدأ نخرم الكيس بس معاكي بأي سكينه او مقص، قصيه فتحه بسيطه عشان بس ما يفرقعش معاكي في الفرن بالمنظر ده. بعد كده هنجيب معانا شوية مية عادية على فكرة من الحنفية، عشان بس ما تلزقش معاكي بس في الفرن في الكيس الحراري. وبعد كده هدخلتها الفرن على درجة حرارة 240. كان الفرن متسخن من قبلها على فرن سخن على 240 لحد ما اتحمرت كده. انا طلعتها ولا ولعت عليها شواية ولا اي حاجة. وبألف هنا وشفا. اتمنى الفيديو يعجبكم، لايك وشير لو عجبك الفيديو.